يتذكر أن القهوة والشاي يسببان إضرار البول، مما يؤدي إلى فقدان الماء والفيتامينات. ويعد شهر رمضان فرصة للتخفيف من استهلاك الكافيين بشكل عام، وفرصة للتغلب على آثار الكافيين الجانبية على النوم وعلى التوتر العصبي. ولكن ينبغي أن يتذكر الصائم أن التقليل من تناول الكافيين بشكل مفاجئ في رمضان يسبب الصداع والتقلب في المزاج وسرعة التوتر. لذلك من الأفضل للصائم أن يخفف من استهلاكه للكافيين قبل حوالي أسبوع من بداية الشهر.